المشكلة إن مامته ست مريضة، وفي نفس الوقت هُم بيخشوا الحمام كتير جدًا، وطريقتهم في الأكل بصوت وبحاجات صعبة جدًا، وفي نفس الوقت أنا بافكّر لمّا إحنا نتجوّز. إزيكم؟ أنا مخطوبة بقى لي سَنة، إحنا خلاص قرّبنا على الجواز. أنا باحب خطيبي جدًا لإن هو مُكافح وشاب طموح. المشكلة الأول ماديًا واجتماعيًا أعلى من أهل خطيبي بمراحل كتيرة جدًا، ولكن عشان أنا صممت عليه هُم وافقوا عليه. المشكلة بقى اللي أنا تعباني وخايفة منها وفعلًا مش قادر أفكّر ولا في نفس الوقت وعلى طول شاغل دماغي أهله. أهله طريقتهم مختلفة تمامًا، طريقتهم في الأكل وطريقتهم في اللبس وطريقتهم في كل حاجة. أنا مش عارفة الموضوع ده فعلًا أنا باقرف منهم، مش عارفة ده ليه بس أنا باكلمكم بمنتهى الصراحة وباقول لحضرتك وباقول للناس اللي عندك عشان تبقى رسالتي واضحة لكل اللي بيسمع. المشكلة إن مامته ست مريضة، وفي نفس الوقت هُم بيخشوا الحمام كتير جدًا، وطريقتهم في الأكل بصوت وبحاجات صعبة جدًا، وفي نفس الوقت أنا بافكر لمّا إحنا نتجوز، لمّا دول ييجوا عندي في البيت مش هيبقى عندنا غير حمام واحد، وفي نفس الوقت أنا باقرف من الحاجات دي جدًا، وفي نفس الوقت مش هاقدر أقول له أهلك ما ينفعش إن هُم ييجوا عندي. الموضوع ده أنا مش عارفة أفكّر فيه إزاي، وفي نفس الوقت أنا حاسة إن أنا ممكن بعد الجواز يبقى في تغيير أو أحس إن أنا اختياري اللي أنا اخترته ده مش صح، فما كنتش عارفة أتصرّف إزاي أو أعمل إيه، فما لقيتش غير إن أنا أبعت لحضرتك على لينك الصراحة ده عشان حضرتك تقول لي أتصرّف إزاي أو ممكن اللي أنا بافكّر فيه ده مش صح. أتمنى من كل الناس اللي عندك تقول لي المفروض أتصرّف إزاي عشان أنا فعلًا بجد باقرف جدًا من أهل خطيبي. ما أعرفش ده ليه، بس أنا باقول لحضرتك بمنتهى الصراحة. خلّيني في البداية أفكّر حضرتك لو حضرتك بتتفرّج عليّا من الفيسبوك ومتابعني ما تنساش تقول رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير. أمّا لو حضرتك بتتفرّج عليّا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعّل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. خلّينا في البداية نصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد أنا باحترم صراحتِك دي عشان بس الناس ما تبقاش واخدة الموضوع إن أنتِ بتتكلمي على حد بطريقة مش كويسة، ولكن لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. أنتِ المفروض إن أنتِ تفكّري أو إن أنتِ تدّي لنفسِك فرصة إن أنتِ تروحي عند أهله كتير أو قرايبه عشان تقدري تشوفي هل أنتِ هتقدري تتعايشي مع ده، لإن بُكرة وبعده كمان هيكون في أولاد، فأولادِك هيتربّوا عنده، فالطبقة هتتغيّر تمامًا، عشان اللي هو بس إيه ما نخشش في تفاصيل أكتر، ولكن أنا باشوف من وجهة نظري إن كل ما كان الطبقة قريّبة بينها وبين بعض الجواز بيبقى يعني أنا باشوف من وجهة نظري رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. أنتِ شايفة إن أنتِ هتقدري تكمّلي وتشوفي إن الناس دي هتبقى أهلِك بُكرة وبعده تمام كمّلي، ولكن أنتِ شايفة إن أنتِ بتقولي هو طموح وكويس والولد ما عندوش أي مشكلة خالص، ولكن المشكلة في أهله. أنتِ شايفة إن طباعهم غير طباعِك. فلو أنتِ هتقدري يبقى من البداية عشان خاطر ما تلاقيش نفسِك بكرة وبعده حطيتِ نفسِك في corner أنتِ ما كنتيش حابة إن أنتِ تكوني فيه. أكيد الناس هتقول رأيها في الكومنتات ده، وأتمنى إن تتابعي الcomment بتاع الناس، وأنا باتابع كل الكومنتات بتاعة الناس، وأكيد هارُد على كل الناس اللي تكتب الكومنتات.